السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدين قناة إن ذا جول. اضغطوا إعجاب واشتركوا في القناة باش يوصلكم غير جديد. تكلمت عن فين شينتن جديد المنتخب الجزائري في السنوات القادمة. نتمنى أن يكون مع الجزائر، وعلى محسن حمور وعلى الخلية المسؤولة عن الانتدابات المواهب للمنتخب الجزائري أنه يتصلوا به في أقرب وقت. محسن حمور يتابع وتكلمت عليه. فين شينتون أخبرتكم أنه لاعب كبير، قلت لكم أنه لاعب كبير وراح يكون عنده شأن كبير، وأنا عندي فخر وأعتز أنه هذا اللاعب جزائري، رغم أنه دينه كذا وكذا. بعض من المشاهدين يقول لك أنه ديانته مش مسلم وكذا وكذا. أنا ما يهمنيش، المهم يقدم الإضافة للمنتخب الجزائري. احنا نتحدث رياضيا، نتحدث عن قيمته الفنية ووزنه الكبير في الميدان، فهو من طينة الكبار. طول بسم الله ما شاء الله، متر يتجاوز المتر والتسعون. كذلك لديه تسديدات قوية وفتاك أمام حراس المرمى. يلعب كجناح أيمن، يلعب كرقم 9 كمهاجم صريح، ويلعب أيضا وراء المهاجم ستيل 9.5 كما نقولوا. المهم هذا اللاعب راح يفيد المنتخب الجزائري، ونتمنى نخطفوه من ألمانيا كما خطفنا إبراهيم مازا. كذلك هذا اللاعب لاعب كولن، قبل كي تحدثت عليه في الفيديو الماضي، راجعوا القناة راح تلقاو الفيديو تاعو. ها هو يلعب مع نادي كولن لثالث مبارياته في الدوري الألماني الدرجة الأولى، بعدما كان في فئة الشباب لنادي كولن. نادي كولن على فكرة هو نادي جيد يهتم بالمواهب، لديهم مواهب فذة جدا، سيكون له شأن كبير وكبير جدا. أوروبا غير مستعدة لهذا اللاعب الفتاك حقيقة، بسم الله ما شاء الله. فين شينتن أسطورة، سيكون من أساطير اللعبة. أنا يعني سأندم كثيرا لو ضيعناها. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. سلام.